كنت مع هذا الوقت البشري كلمتك اقسم ان الاوراق او عازت المحكمه ان تجد لك دليلا على ادانه. اللي في الصورة دي ولاء غلبت الشيطان، لعبت على 2 جوزها وعشقها، وبعد ما اتخلصت منهم أخدت براءة. أبشع جريمة هزت محافظة الدقهلية في سنة 2021 بإحدى قرى مدينة شربين. ولاء 35 سنة، متجوزة من حوالي 16 سنة من محمد إبراهيم، وعندهم 3 أولاد عايشين في بيت ملك للزوج، والزوج بيشتغل مزارع وعنده قطعة أرض قدام البيت. الحالة المادية ميسورة جدا، وخلال فترة جوازهم كان بيحصل خلافات عادية جدا زي اللي بتحصل في أي بيت، لكنها زادت في الفترة الأخيرة لما صاحب محمد دخل البيت. جمعة حداد مسلح 44 سنة. في الفترة الأخيرة محمد بدأ إنه يستقبل صاحبه جمعة داخل بيته، يشربوا شاي ويسهروا ويتكلموا، وجمعة بدأ يشوف ويسمع الخلافات اللي بين محمد ومراته ولاء، واللي زي ما تكون كانت مقصودة إن الخلافات دي تكون قدام جمعة. بيحضر الخلافات دي، واللي دايما كان بيحس فيها إن ولاء ست مظلومة، وإن صاحبه محمد راجل قاسي مش مقدر النعمة اللي في إيده. علشان كده جمعة بدأ يتعاطف مع ولاء جدا، واللي أصلا كانت عاجباه، فقرر إنه يجي لها في يوم وصاحبه محمد بره البيت. ولما ولاء بتسأله جاي ليه وصاحبه مش موجود، جمعة قال لها إنه جاي علشان يطيب بخاطرها، لأنه عارف المشاكل اللي بينها وبين جوزها محمد، وقد إيه حاسس بيها، وإنها ست تستاهل تعيش ملكة، مش في إهانة وقلة قيمة كل يوم والتاني تعيش مع واحد يقدر قيمتها. وفي آخر الكلام قال لها إنه معجب بيها وبحبها ومستعد يعمل أي حاجة علشانها، وطلب رقم تليفونها. وولاء استقبلت كلامه بقلة حيلة، لأنها فعلا ست مظلومة وعايشة مع راجل مش حاسس بيها، ومش بس كده ده كمان بيقل منها، وعلشان كده اديته رقم تليفونها علشان بس تفضفض معاه، لأن مفيش حد حاسس بيها، بس مش أكتر من كده. وبالفعل جمعة بقى كل يوم يتصل يطمن عليها علشان بس ما تحسش إنها لوحدها، والكلام بقى إعجاب، والإعجاب بقى حب، ووصل لعلاقة بينهم يوميا في التليفون. وفي نفس الوقت علاقة جمعة بمحمد صاحبه كانت ماشية عادية جدا، بيتردد يوميا على بيت صاحبه محمد وبيشوف ولاء اللي بتقدم لهم الشاي. لحد فترة بسيطة نشأ بينهم علاقة غير شرعية في ظل غياب الزوج، لحد لما ولاء بدأت تشتكي لجمعة من معاملة جوزها القاسية ليها طول الوقت، وإنها ما بقتش قادرة على العيشة دي ولازم يشوف لها حل. وفي يوم جمعة وهو بيزور صاحبه في البيت بيقول لمحمد إنه كان عندي شيخ أو زي ما بنقول عليه دجال بيسأله على مكان يكون فيه آثار، والدجال ده أكد له إن أقرب مكان ليه هيلاقي فيه آثار هي تحت أرض محمد. وجمعة عرض على محمد فكرة حفر الأرض والتنقيب على الآثار في أرضه، بس محمد ما صدقش الكلام ده. وقتها جمعة حاول إنه يقنعه إن كده كده مش هيخسروا حاجة، خصوصا إن الدجال ده أكد له وحدد له المكان اللي فيه الآثار، وإن فيها آثار كتير جدا، وقدر يطمعه. محمد الفكرة دخلت دماغه ووافق، كده كده هو مش خسران حاجة وهي محاولة. بس وقتها جمعة قال له إنه ما قالش الموضوع ده لأي حد، ونبه عليه إن هو كمان ما يقولش الموضوع ده لأي حد غير مراته ولاء، لأنها أكيد سمعتهم وهم بيتكلموا. وبالفعل ده اللي حصل، محمد قال الكلام ده لولاء، وبدأ محمد وجمعة في الحفر في الأرض بالليل لحد لما وصل عمق الحفرة تحت الأرض 80 سم. ويوم الواقع 14 سبتمبر 2021 جمعة بيروح لمحمد على البيت بالليل يشربوا الشاي، وبعد كده يطلعوا على الأرض يكملوا حفر. وبالفعل محمد بدأ في الحفر، لكن بعد شوية جمعة بيديله عصير فيه مخدر، وأول لما محمد بيشربه بيفقد الوعي ويقع على الأرض. في اللحظة دي جمعة بيرميه في الحفرة وبيقع على بطنه، وبعدها بيدوس على رقبته من الخلف، بيدوس عليه برجله علشان يتأكد إنه مات. ولما ما قاومش ربط إيده ورجله بالحبل، وبعدها ردم عليه التراب ومشي. ويعدي أول يوم وتاني يوم ومكالمات ولاء وجمعة يوميا، وولاء ما تعرفش جوزها فين، لحد لما ولاء بتبلغ أهل جوزها باختفائه، بتقول لهم إنه خرج ومن يومها مرجعش، وما تعرفش مكانه فين، وإنه كان ماشي في موضوع التنقيب على الآثار، لكنها ما تعرفش أي تفاصيل. في الوقت ده أهل محمد بيخافوا وبلغوا رجال الأمن على أمل إن محمد هيرجع، يعني هيخلص موضوع التنقيب والآثار ويرجع، وإن غيابه ده مجرد وقت. ويعدي 17 يوم على غياب محمد ومحمد ما بيرجعش. في الوقت ده أهل محمد بيقرروا يبلغوا رجال الأمن، ولما جمعة بيعرف، وطبعا كلنا عارفين هو عارف من مين، بيروح الأرض بالليل ويحفر المكان اللي فيه جثة محمد علشان يتأكد من موته. وبعد ما بيتأكد بياخد الموبايل ويطلع منه الشريحة، ياخدها ويحط الموبايل جنب الجثة ويردم عليه تاني، ويسافر لكفر الشيخ يعمل مكالمة من خط محمد لأهل محمد مش لمراته ولاء، ويقول لهم إن محمد عايش ومعاهم، وعلشان يرجع يحضروا مبلغ 500,000 دولار. فأهل محمد وقتها بيحسوا إن الموضوع كبير،
فبيخافوا يبلغوا رجال الأمن لمحمد يحصل له حاجة، لحد ما يشوفوا هيحضروا المبلغ ده ازاي. ويعدي شوية وقت، وكل ما أهل محمد يحسوا إنه مفيش أمل من رجوعه ويقرروا يبلغوا رجال الأمن، بيتفاجئوا باتصال من رقم محمد. الشخص بيسألهم حضروا المبلغ ولا لسه؟ وأكيد عارفين إن جمعة بيعرف إن أهل محمد هيبلغوا رجال الأمن من مين، علشان كده بيتصل قبل ما يبلغوا رجال الأمن. ويعدي على اختفاء محمد 55 يوم، لحد لما أهل محمد قرروا ينزلوا صورته على الفيسبوك ويسألوا لو حد شافه. في الوقت ده جمعة حس ان الموضوع كبر منه وهيتعرف، فبيعمل اتصال لولاء من تليفون محمد لتليفونها ويطلب منها الفدية على اساس انها تروح لاهل جوزها وتبلغهم. وده كان اول اتصال يعمله لولاء من تليفون جوزها، بس ولاء ما بتروحش لاهل جوزها وبتقرر تروح تبلغ رجال الامن علشان تضمن نفسها، وتقول لرجال الامن ان جوزها مخطوف وواحد اتصل عليها من تليفونه وطالب منها فدية. الرجال الامن بيطلعوا اذن من النيابة لشركة المحمول لتتبع اماكن الاتصال اللي تم منها المكالمات، واللي كانت مرة من كفر الشيخ ومرة من مدينة شربين، يعني كان اكتر من مكان. وبتكثيف التحريات رجال الامن بيتوصلوا ان اللي بيعمل المكالمات دي هو جمعة صاحب محمد، وبيتم القبض عليه. جمعة ما بيلاقيش اي مهرب، فبيعترف انه فعلا اتخلص من محمد وعمل المكالمات الوهمية دي لأهله لطلب الفدية علشان يلهيهم وما يبلغوش رجال الأمن. وبيدل على مكان جثة محمد واللي كانت في أرض محمد، وبيتم استخراجها وتحويلها للطب الشرعي. وبسؤال جمعة عن الدافع اللي خلاه يتخلص من صاحبه، ادعى الجنون، فتم تحويله لمستشفى الأمراض العقلية للكشف عن قواه. في نفس الوقت رجال الأمن بيكثفوا تحرياتهم، فبيلاقوا اتصالات يومية بين ولاء وجمعة، وبيتم ثبوت انهم على علاقة غير شرعية ببعض. لكن ولاء بتنكر أي علاقة بينها وبين جمعة، وإنها كانت بتكلمه كفضفضة مش أكتر، وكمان بتنكر أي علاقة ليها بالواقع أو تعرف أي حاجة عنها، ولو مش مصدقينها يسألوا جمعة. في الوقت ده بيطلع تقرير المستشفى اللي بيقول إن جمعة عاقل، وفي نفس الوقت بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي أثبت إن في كدمة على الرقبة من الخلف وإنه مات من أثر الاختناق. النيابة بتوجه تهمة مع سبق الإصرار والترصد لجمعة بمساعدة ولاء، بس جمعة بينكر إن ولاء ليها أي صلة بالواقع وإنها ما تعرفش أي حاجة. وأكد كلام ولاء، وأنكر كمان إن كان على علاقة غير شرعية بيها، وإن كل اللي بينهم مجرد مكالمات تليفونية كانت بتشتكله فيها من صاحبه محمد. أما عن مكالماتهم بعد الواقع فكان بيطمن فيها لو وصلوا لحاجة عن محمد. من الآخر جمعة شال القضية كلها لوحده، ولأن ما كانش فيه شهود على علاقتهم أو شهود على الواقع باشتراك ولاء، أو حتى اعتراف من محمد إن ولاء كانت معاه أو ساعدته على التخلص من جوزها أو حتى حرضته. وطبعا ما كانش في أي أدلة عليها، والأحكام تعتمد على الدلائل والشهود. فالقاضي قبل النطق بالحكم وجه كلامه لولاء إن مش معنى حصولها على البراءة إنها بريئة من دم جوزها، وإنها مش اشتركت مع محمد في ارتكاب الجريمة، لكن الأوراق أو أنتجت عليها دليل. وبعد كده القاضي بينطق بالحكم، وتم الحكم على جمعة بالإعدام، أما ولاء بالبراءة. المفاجأة بقى إن جمعة بعد ما سمع الحكم انهار وقال على كل حاجة، وإزاي ولاء تاخد براءة وهو إعدام، وإنها كانت على علاقة غير شرعية معاه وحرضته على ارتكاب الجريمة. لكنه اعترف بعد فوات الأوان، وولاء أخدت البراءة وهو منتظر تنفيذ حكم الإعدام. ولاء أخدت براءة في الورق، لكن قدام ربنا والناس وأولادها هي مذنبة زي ما قال القاضي.